خليني ألخص لك الأحداث اللي بتحصل حوالين منك والتشويش اللي موجود وأفكهولك كده سنة بسنة مع بعض. الجندي الأمريكي ليس الجندي الكفء اللي في خيالنا، والجندي الإسرائيلي نفس الكلام. كام عدد الجنود الأمريكان في منطقة الشرق الأوسط كلها؟ 40,000. على كام شخص موجودين في منطقة الشرق الأوسط؟ أكتر من 500 مليون. أنت فاهم الأرقام؟ من 40,000 ل 500 مليون. هنطلع منهم ال 500 مليون 20% أو 30% أطفال ونساء، و20 كمان ناس عواجيز، يبقى فاضل عندك 250 مليون. 250 مليون قادرين على تغيير المعادلة. اللي مش فاهم كده يبقى عنده مشكلة. فبدأت أمريكا تتحالف مع مصر الفترة ديت، أو بدأت العلاقة أو الارتباط اللي هو بيقول لك الارتباط الدبلوماسي أو المعرفة الدبلوماسية بدأت تكون ارتباط رفيع شوية. يقول لك حلفاء. هي الحلفاء اللي هو مصر وامريكا، الاتنين دول عبارة عن حلفاء توكسيك. يعني ايه توكسيك؟ يعني مش مرتاحين لبعض، ما بيحبوش بعض. مصر وامريكا ما بيحبوش بعض، بس امريكا مرغمة انها تحط ايديها في ايدين مصر الفترة ديت. والسبب لان ما عندوش بديل. اكتر حد انا ممكن امنه على جنودي اللي هم 40,000، اللي هم مش رقم، اللي هو لو اتهاجم زي ما هم بيهاجموا الجنود الروس، والروس ساعدوا الميليشيات بتاعت ايران اللي هي نفس الميليشيات اللي بتضرب دلوقتي على اسرائيل ومتكتم على الضربات الايرانيه، الضربات اللي بتاعت الميليشيات على اسرائيل. وبس بنسمع عن احنا ده بقى دي الحرب اللي احنا عمالين نتكلم فيها وبنقول يا جماعه الخير، الحرب إسرائيل بتملك آلة إعلامية جبارة بتقدر تحقق مكاسبها عن طريق الإعلام. وفي المقابل في ضربات دلوقتي بتحصل موجودة في قلب إسرائيل نفسها، بس ما بيتسمعش عنها، ما بتكبرش، ما بتعملش صدى، مما هيخليك تتصدم في التوقع اللي جاي ده، إن ممكن أصلا كل المواطنين في إسرائيل يعملوا هجرة مفاجأة بره اسرائيل. ده امر لازم يتحط في التوقعات. فليه امريكا جت اتصالحت او جت طيبت على خاطر مصر وعملت كل اللي مصر عايزاه الفتره اللي فاتت ديت؟ عايزه مش المعونه، اسمها ايه بقى؟ اسمها اتفاق. انت عايز تعيش في سلام؟ هتدفع 1300 مليون دولار. دي اسمها كده على طول. الاتفاق بتاع اتفاقية السلام هتاخد المبلغ بتاعك كامل بدون اي مراجعة، زائد اني بس هستسمحك اني اكون موجود حوالين منك في البحر الاحمر، البحر المتوسط، بدون حرج. ما تحرجنيش، ما تقوليش امشي من هنا. ركزوا معايا في النقطة دي، مهمة جدا. مصر تقول للجيش الامريكي امشي من هنا؟ لان النهارده مصر اثبتت ان هي في الحرب الالكترونيه قادره. مصر مش صغيره، مما يستدعي النقطه اللي جايه. هو مش ممكن تبقى قنبله صغيره تتحط تحت حامله الطائرات، مما يستدعي يخلي حجمها القنبله ديت، بس تبقى قنبله بقى فتاكه تدمرها لك. موجود الاسلحه دي على فكره. اللي يقول لك الحاملات الطائرات الامريكيه ما بتقعش، الكلام ده كلام فاضي، الكلام ده كلام اعلامي، الكلام ده مش كلام ناس منطقيين. قنبله نوويه تكتيكيه تتحط تحت البتاع ديت وتتك زر دين خلصت، اتشالت بقى. مش الحامله ده، اتشالت القصه كلها، فدوت امر متاح في مصر، بس مش انا، بس هو ممكن تبقى انا، بس مش انا. يعني مصر ذكيه جدا في التعامل. مصر عمرها ما طلعت قالت انا عندي قنبله نوويه، وهي اصلا ما عندهاش قنبله نوويه. حد قال ان عندها قنبله نوويه؟ حد قال الكلام ده؟ حدش قال الكلام ده. مصر
مخيفه، صمتها مخيف. مصر لو كانت بتتكلم كانت تبقى عامله زي يعني هنرميكوا في البحر والشغل ده، بس مصر ما بتتكلمش، مخيفه. فبدات امريكا ترضى عنك في الصومال، انا بجيب لك المشهد كله. بدات امريكا ترضى عنك في تحركاتك في افريقيا، بدات كمان تغطي تحركاتك في افريقيا بدعم دولي. بس مش معنى كده ان احنا مش مع الروس، لا احنا مع الكل. انا مع مصلحتي، انا مع مصلحتي. والضرب اللي بيحصل في اسرائيل دلوقتي صدقوني في تكتم اعلامي عظيم على اللي بيحصل في اسرائيل. في ضربات صاروخيه خارجه من ميليشيات في العراق قويه جدا ومؤثره جدا. الكلام دوت ما يعديش علينا وما يمرش علينا مرور الكرام كده، لا. زائد التصالح اللي ما بين الامريكان والمصريين هي مصلحتي ومصلحتك. عايز تيجي عليا هاجي عليك، وبالاصول هتيجي معايا يا عم، انا تحت امرك. ما انا تحت امرك الناس كلها، احنا بنحب الناس كلها. دي طريقتنا وده اسلوبنا. وخلي بالكم من مصر من الداخل، وربنا يحفظ مصر. تحياتي.